بقلب الصبح كده في الفيسبوك قبل ما انزل، لقيت فيديو طلع لي. البنت مش هقول تفاصيل عشان لو محدش شافه يبقى محدش يدور عليه، بس ان هي قبلت ان يتم اختراق حدودها الجسدية والنفسية في الشارع عادي من واحد. مش عارفة اطلق عليه ايه ده يعني. وجه في دماغي المسببات، لان احنا قريب كنا يمكن شفتوني يعني عملت لها شير. قريب كنا بنعمل توعية في المدرسة عندي عن حدود الجسدية للصغيرين، وبنكلم الأمهات، وفي أمهات مهتمة وبيعملوا ده وبنطبق ده. ومن ضمن الحاجات اللي لقيتها اللي يعني حسيت إن انا فخوره بنفسي قوي وبسطت قوي ان انا، يعني أنا الحمد لله ابني كبير في الجامعه وبنتي في اواخر يعني في ثانوي في المدرسة. لقيت حاجة قديمة قوي، ان هو كتاب بتاع سارة عزيز، الكورسز اللي كانت بيحضروها والحاجات اللي كنا بنتعلمها عن كيفية المحافظة على حدود جسدي والبرايفت بارتس، وان انا جسمي ده غالي ومهم. وان دي كانت من ضمن الحاجات اللي انا اتعلمتها ونشرتها في المدارس، وده من سنين طبعا، من اكتر من 10 سنين، وعلمتها لولادي واتعلمتها كأم وعلمتها للأمهات. وكانت يعني وحاجه نسيتها اساسا، بس اتبسطت لما لقيت دي في الكراكيب القديمه بتاعتي، الشهاده اللي هي بتاعت انا غالي وانا غاليه، واتربطت معايا بالفيديو بتاع النهارده. البنت دي احد الاسباب المهمه اللي حصلت في التربيه ان هي عارفه انها مش غاليه. واحد الاسباب، بما اني بقى بدرس وبدرس وعشت في العلاقات وشفت حاجات كتيره جدا السنين اللي فاتت في السياق ده، ليه بنروح للعلاقات المسيئه؟ ليه بنقبل ان جسمنا ونفسيتنا تنتهك بالطريقه دي؟ علشان احد الاسباب ان في التربيه انا بفرغ غضبي في ولادي بالزعيق وبالشخط وبالنطر وبمد الايد وباختراق الجسد، فبيطلع عندهم هيدن مسج كده ان انا مش غاليه. فعلى اساسه بتقبل اولا على مستوى المشاعر. لما درسنا مشاعر، خلط شديد بيحصل ما بين مشاعر الحب والاذيه، لان طالما انت بابا فانت بتحبيني، طالما انت ماما فانت بتحبيني، طالما بتعملي كده يعني ده عادي. فبنطلع للمجتمع بهذه الكونسبت. دعوة مني لكل من هو حد لسه التربية في ايديه وولاده تحت ايده، متش ايدك على ولادك، اكدوا عليهم ان انت غالي وانت غالية. احترام يعني خصوصية الاخرين وحدود الاخرين ونفسية الاخرين من خلال احترامي انا لولادي اصلا في الاساس. بلاش نخلط ما بين مشاعر الحب والاذية وندخل في سلسلة تبعيات يعني انا ما اقدرش دماغي تجيبها. وربنا يستر علينا وعلى ولادنا ويحفظ ولادنا ويقر عينكم بيهم ويرزقكم برهم ويلهمكم الصواب في تربيتهم.